أعزائنا المشاهدين، احنا قبل أن نطلع الفاصل نبي ننوه ونقول احنا اليوم عندنا ضيف متميز جدا. سبق وان احنا استضفناه بس المرة هذه في تقرير ان احنا كنا في ضيافته امس في البيت وسوينا تقرير حلو وايد عنه في المعمل عنده، لانه هو عنده هوس وعنده عشق كبير وايد للروايح والطيب والبخور والعود، وعنده خلطاته الخاصة اللي يترك فيها بصمته ويعطيها مسميات جدا جميلة وحلوة تمشي مع التراث الكويتي. قبل لا نطلع فاصل احنا بانتظار مكالماتكم وبانتظار استفساراتكم وبانتظار اقتراحاتكم، واي سؤال حابين تسألونه حق ضيفنا. على يمين الشاشة فوق تلقون حرف نون، تدزون حرف النون بمسج حق مشتركين زين على الرقم 98944. الوطنية مثل ما انتم عارفين 1481 فيفا 5566 لا تروحون بعيد، خلوكم معانا مع ضيفنا عطورات طرفة وأشياء جميلة وايد حلوة، وإحنا داشين على شهر رمضان، شهر الخير والرحمة والروايح الحلوة والزيارات. الحين علمتيني منين هالريحة الخنينة اللي كل يوم أشمها بالاستديو. شفتي؟ ما شاء الله ريحة عطر بخور ما شاء الله. ايش رايك اليوم بس بريحتي؟ تهبلين كل يوم ريحتك، أنا أقول أول يوم هذه بالذات هذه بالذات لا نقصتك جاية وموجودة عندك إن شاء الله. ما تقصرين. نطلع فاصل ونرجع مع عطورات طرفة، خليكم معانا. أعزائنا المشاهدين، يا هلا ويا مرحبا فيكم. مثل ما أنتم تدرون احنا الحين موجودين في معمل طرفة للعطور. احنا سبق وان استضفنا خالد الأحمد، كان موجود معانا ووعدنا انه هو يودينا المعمل عنده وعلى ارض الواقع يخلينا نشوف شلون نسوي الطيب ونسوي البخور. شلونك؟ والله الحمد لله تمام؟ والله بخير. يلا نبي نشوف علشان انا بعدين باخذ الخلطات ان شاء الله وببوق منك الصنعة بنفسك. اول شيء نبي نسوي عندنا بخور طرفة. خلينا نشوف البخور. هذا الخشب الله طيب، هذا الحين ما انطبخ، عرفت يعني بس هم طيب بصراحة. انزين فلما تسويه يصير احلى. يلا نشوف. انزين بالبداية راح نطبخه. يونس هذا كنا مال جدر الفول. اي جدر الفول، احنا عندنا جدر الفول يعني بس هذا مصغر. هلا هاي هذا جدر الطيب اسمه البخور. يعني الخشب من وين تجيبه خالد؟ جيبه من السوق المحلي. من السوق تشترون؟ لا تشتريه هو كذي معطر ولا لا خشب؟ لا هذا انا مسوي على قولة اخوان المصريين نص سوا. عرفتي؟ فهمت. على اساس نبي نشوف الناس يبونه. لا وهذه الخلطات شنو؟ هذا خلطات مالوت البخور، مال بخور. كل خلطة تعرف اسمها؟ اي. وتنحط بمقدار ولا لا؟ لا اكيد لازم مقدار. إذا المقدار زاد أو نقص يطلع الريحة ثانية لا مختلفة. تختلف الريحة. هذا اللي نبي نلوح أعزائنا المشاهدين لازم يعرفون. إي لازم، إن كل مقدار لازم يكون بمقاس معين. إي لازم له قياسه. عشان شنو؟ إذا هذا اللي حطيته شنو هو؟ هذا المادة الأولى من البخور. المادة الأولى. بس يعني ما لها اسم؟ لها اسم بس يعني ما احنا مو مسمينها، احنا هذه يعني كلها توابع حق بخور طرفة حصري لكم انتم. اي يعني هذا احنا مسوينه، يعني ما نشتري مثلا برا. لا هذا انتم نفسكم مسوينه. زين هذا يعني الكمية هذه شفتها اقل. اي اقل، عشان لو اني محاطه للخط هذا راح تختلف معك الريحه، حتى اذا طلبتي تقولين لا مو هذا البخور.
احنا فعلا من سبق وقلت لك اذا انا ابي مثلا بخور او ابي طيب باسمي انا مخصوص، فقلت لي يبي لك خلطات معينه انت تجين معي المعمل وتختارين الشغله اللي تبينها وتحطينها ونسجلها عندك بدفتر. دفتر خاص نكتب هذه خلطه ناديه. فكل مره لما تجين المقاسات تكون موجوده والتكوينات التركيبات موجوده نعيدها لك مره ثانيه. ياخذ وقت وايد. يطول بس لان شنو على السريع يعني نعلمهم ان الطريقه طبعا احنا لان هو حتى النص سوا يطول ما يقارب 8 ساعات. يطول. الله يقعد 8 ساعات هذا يشتغل. لانك انت تبين تقدمين شيء صح، ما تبين اوكي. انت حتى راس الباكر الراس هذا كله يبي له ساعتين. بس هذا لازم يتشرب يعني بعد ما تطبخينه ما يقارب 8 ساعات. نعم. لازم عاد تشوفي فتره التنشيف على حسب الجو، اذا الشتاء يطول، اذا الصيف يمكن احتمال يطول يومين. انت ما تبين شيء كسرة بخور تحطينها بعد 3 دقائق تقلب ريحه خشب. اي صح. كانه حرق. اي صح. صح. انت تبين شيء بالنهايه يجيبون لنا ترى هذا طيب وطيب ونشتريه ونحس خشب قاعد خشب. خشب. اول دقيقتين يعني ريحه البخور بعدين يقلب على طول. يقلب. ليش؟ لان هذا ما طولوا. ما يطولوا، يبون شغل سريع. يبون يبيعون تجاري. انزين. طبعا احنا الحين مثل هذا نص سوا عاد تشوفي تبدا المرحله لازم تقصرين عليه. عشان شنو يقوم مثل الاكله اللي تخليها تستوي على راحتها تقصر عنها. ايوه خلينا شوي تشرب بروحها لين تخلص. يعني مثلا لما تكونين حاطه ضايفه كل المواد تقريبا لين نص الجدر لازم تخليها تشرب على راحتها. زين مع الطباخ الوايد وانت طبعا تسد راسه ما يتبخر ما يقل. مثلا انا اي جدر ماي يتحط مده طويله لابد حتى لو انت مغطي انه يتبخر. يطلع من عنده مقياس الماء يقل. بس انت مو حاطه الاوفر مثلا 3/4 ماي عشان يتبخر. ان الخشب على الحرق شنو يقوم يتشرب. يعني ما عندك شيء انه مثلا اوفر عشان احنا ما ننسى هذه الزيوت اللي حطيناها مو ماي يتبخر. الماء يتبخر سريع. هذه الزيوت ما تتبخر يعني الا فتره ودرجه نار عاليه. عرفتي؟ صحيح. هذا بالنسبه لطبخ البخور. طبعا احنا كل شوي طبعا احنا ما نسوي البخور الا بنحاس، ما نسوي بالالمنيوم. ليش نبي نعرف؟ لان شوفي النحاس ما يحرق. الالمنيوم او كذي ما يتفاعل يعني اذا طولتي اي جدر الحين خليه على النار 8 ساعات شو يصير فيه؟ انزين يروح. صحيح. انزين حتى الحين احنا اللي نطبخ يعني ربات البيوت لما نطبخ بالمطبخ الحين هم جدوره قبل تغيرت. الحين يابوا التيفال، يابوا النوع الثاني، يابوا الفخار، يابوا الصفري مال الاول هذا الصفريه اللي مالت الجدر الهريس مال الاول. يعني يقول لك ما زالوا وردوا اسمعهم يقولون النحاس يعطي الحراره الكامله فعلا حتى مثل طباخ البيت. مثل الحراره اللي تحت الجدر مثل الحراره اللي فوق يتوزع نفس الحراره. يعني مو مثلا من صوب النار حار ومن فوق لا عادي بارد. لا يعطي هو نفس الحراره. خوش. هذا بالنسبه للشو اسمه للبخور. فرضا الحين طبخ وخلص واستوى، شنو هي المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه مرحله التنشيف اللي هي الورق مال الشمع. عرفتي؟ لازم تنثرين ورق الشمع. في ورق اسمه ورق الشمع. هذا القاه في كل مكان موجود. موجود بكل مكان. انزين هذا اخذه وش اسوي فيه؟ هذا تحطينه عليه عشان شنو؟ لما انت تاخذين الورق البخور تحطينه اخذه ووزعه عليه. انزين تحطينه ليش؟ عشان تشرب البقايا. انت ما تبين مثلا بخور كله مثلا يكون مزيد، لازم يكون بخورك ناشف. حتى الايد وهذا ما اشيله ما يوسخ ولا انه يعني بشيله انا بوديه بسافر. انه تخزينته سهله يعني تكون مو وسط هدومي ينكت ولا يكلفني. بالنسبه للبخور لازم يكون البخور متشبع وناشف. انه في حيث مثلا مرات تحطين كسرة بخور على الفحمه تشوفين تقوم تطبخ ما تلاحظينها؟ بلا تطلع زيت. طلع دهنه يقول لك ان طلعت دهنها هي الطيبه الزينه. لا مو شرط. هذا اصلا حكي انه يمكن تلقينها حتى مو طبخ تلقينها نقوع. ما علينا. الحين انتم عندكم البخور اللي سويتوه هو ريحه واحده نوع واحد انا كان اول ولا في عندكم مثل الطيب اللي سويتوه؟ شوفي اول اشياء مثل الشغلات اللي نشوفها يعني متنوعه. بلقائنا الطاف اذا تذكرين كان عندي نوع واحد بخور اسمه طرفه. صحيح. نزلت نوعين بخور. بخور اسمه مناي هذا شتوي بحت، وبخور اسمه روح العود يصير صيفي ويصير شتوي. لان طبعا احنا نعرف في طيب وفي بخور شتوي اللي ثقيل يتثبت، وفي الصيفي اللي فرايحي خفيف. أيوة. ما يتاثر وايد ما يتاثر مع الرطوبه مع الشمس ما يصير عتر. يعني خصوصا اذا انت نازله من سيارتك وداشه الاسانسير وانت متبخره ببخور ثقيل والدنيا يتم موجود. ايوه بس اذا كان بالصيف
اللي يدش الاسانسير على قوه البخور هذا وقوه المثبت ما يدشه لانه قوي حيل، ما ينفع بالصيف. فعندكم سويتوا الحين انتم سويتوا موناي وروح العود. إيه؟ وانتم اساسا كان عندكم عندنا طرفة. الاساس القاعده الاساسيه اللي هو كان طرف، اضفتوا عليه موناي وروح العود. انزين نشوف هذا اللي آلة شنو؟ هذه آلة مالت الكبس. ابي اعرف شنو هذا، شنو تسوون فيها مثلا؟ خلينا نشوف هذه. صدق انا اللي شفته تدري اول شيء عبالي عندي هذا قبل اروح ملك العصير يحطون البرتقاله يعصرونها مالت ملك العصير، واقول يا ربي وين يحطون البرتقاله؟ شفت هذه الايد. زين لازم قطقات هي ما يصير. يلا ما عليه شوي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. خوش. الحين بسوي عاد انتم عندكم استعمال يومي تشترون المحقان والشغلات والاقراش، هم من السوق المحلي تاخذهم؟ اي كل شيء انا اخذه من السوق المحلي عشان صار ما صار عندي فواتير. طبعا زين وراجع. احسن. ما تجار معينين يجيبون ولا الكل؟ لا. والاسعار شلون؟ في واحد محتكر الاسعار ولا ما لا؟ في احسن احسن شيء انه هني بالكويت ماكو شيء محتكر، عرفتي؟ الكل عنده. زين احسن. زين بس شنو تختلف بالجوده. اقول زين يا معود خلوا هذا مو محتكر ولا كل شيء بهالديره محتكر صراحه. زين اشوى خلوا هذا. حطيت مقدارين من النوعين. في مثلا انا عندي ابو عبد الرحمن ما شاء الله لانه يحب الطيب والعود وعنده يعني نوعا ما خلفيه في الامور هذه، يمكن ما يسوي بس من الريحه يقدر يعرف، فلما اجيب طيب يقول لي لا هذا لك عليه مو حلو وايد العنبر زايد. ايه. واجيب شيء ثاني لا هذا الورد ماله ناقص. اجيب شيء ثاني يقول لا هذا مزيدين فيه شغله ثانيه مو حلو، يعرف ما شاء الله. في ناس يعرفون. انت هم نفس الشيء تحط بحسابه. احط بحسابه عشان بقياسه. يعني كل شيء له عندنا قياسات، من كثر الاستعمال اليومي نحفظ قياسات كل عطر عندنا. طبعا بالممارسه. هذه عاد هني خلطتنا على قولتهم السريه، طبعا مو هذا الخلطه السريه موجوده في هذا. يعني اساس الشغل هذا. وناسه. بس هذه اذا كذي مالت الشغل ما ينفع، احنا عندنا الثانيه الكبيره. هذه بس هذه صغيره هذه. هذه بس عشان يعني اللقاءات والتصوير. لان اذا كذي نقعد سنه على عطر واحد. طبعا. هني بعد ما خلصنا يبدا عاد شغل هذه. خلنا عاد اكمل كبسه. شيء والله سحر. انا اعتبره ما شاء الله شيء سحر. يعني كل شيء تستعملونه عمل يدوي تقعدون. ما شاء الله. واللي يجيكم يبي كميات مثلا عنده فرح عنده عرس عنده عزومه عنده تسيوره عنده بس لا ما يقدر يبي اسوي مثلا انا كنتي ولدت وابي اسوي لها شيء معين ويجيكم واقول لكم مثلا ابي مثلا طيب من مجموعات خفيفه حلوه باسم المولوده. ولما يجون المستشفى عندي يعني اوزع حق كل واحده لما هي طالعه عقب ما تاخذ الحلو والقهوه اعطيها هذا المقسوم تاخذه وتروح باسم الطفله مجموعه. طبعا كل ما كان العدد اكبر السعر يقل، او كل ما كان العدد صغير السعر صغير، وكل ما صار الكميه كبيره السعر يكبر. شوفي امور التسويق يعني علشان المشاهدين امور التسويق كلها اختصاص وائل. هذا الوائل اللي نسمع فيه وما نشوفه. حتى المره اللي طافت هذا وائل هو اللي ماسك لنا الحسابات حسابات التسويق. يعني احنا شنو في شغلات ترتفع اسعارها وتنزل اسعارها حسب السوق. فمثلا في بعضهم يطلب لك مثلا 5 انواع او 6 انواع مثلا من العطور، تكلفه ما تقدر تعطينا مثلا نفس اللي كان مختار مثلا واحد نوعين. صحيح. عرفتي؟ صحيح. زين اعطيني ايدك. والله شيء.
اي بعدين ترى في بعضهم انه ممكن تستفيد من القرشه اللي يفترون فر. لا اللي يفترون فر. إيه؟ شوفي دائما نشوف بعض العطور كذي فانا استفيد منهم ما اقطهم احطهم يعني اذا شوفي انا عندي شغله معينه. يعني اول بدايه شغلي كان ضحك وكذي، بعدين لما قامت الناس لازم انت تكون ثقه، ما يقول لك واحد والله انكت والله انفتح والله انكسر الراس عدل. يعني انت تاخذ شيء مجرب. يعني احنا اي واحد شفت اللي يبغى يسوي شغله يسوي ايه؟ على اصوله وسمعه انه ما يسوي. شوفي احنا مجربه، لا يقول لي مثلا يقول ما ترش الراس مكسور، لان انا مجربها. هذه تختلف. اي شوف هني بارده هذه خفيفه. خفيفه هذه تقدر تستعملها هنا بالصيف. خفيفه وايد. هذه خفيفه. هذه هي الشغلات. وهذا هذا شغل. مشكور يا خالد، ما قصرت. يعني انت استضفتنا عندك في المكان حياكم وخذينا الله من البيت وقتك بيتكم. وسويت معنا هذا اللقاء، يعني اجريته معنا واثريت المشاهد اللي هو دائما متشفق وشفاق وسباق وده يعرف بجدر الفول. شفنا شلون تسوي، ويستحسن دائما يقول يا جماعه انه يكون بجدر النحاس، لان درجه الحراره تكون متوزعه نفس الشيء. الحراره تكون من القاع للراس فوق نفس الحراره. ما يكون في فرق تفاوت. شاكرة لك جدا، ما قصرت. ان شاء الله راح يكون لقاء معاك، نرجع للاستوديو ونشوف الجماعه شو يسوون ونشوفك على خير، ودائما راح تكون معنا ان شاء الله لقاءات ثانيه وباشياء ثانيه ان شاء الله. طبعا عقب ما شفتوا الريبورتاج اللي عن العطورات، واكيد الكل متشوق يعرف سر الخلطات هذه، خلطات فواحه، خلطات حلوه نمشي ونتطيب فيها في كل مناسبه، في كل بيت في الكويت تدخلون تشوفون في طيب، واذا ما في طيب طبعا اكيد البخور لازم يعطي ويتجسس المكان ريحه حلوه. ريحتنا اليوم وصلت معانا للاستديو، ريحه ذكيه، ريحه ما ودك تطلع ولا انت كذي تحس انك يعني مثل الهاله حواليك من العطورات. نرحب فيك اليوم استاذ خالد الاحمد، شلونك اليوم؟ والله بخير الله يسلمك. شلون الاطياب وياكم اليوم؟ والله الحمد لله. يطيب حالك ان شاء الله ويجمله بجمال هالاطياب اللي معك. الله يسلمك ويطول بعمرك. شلونك استاذ خالد؟ طيب ان شاء الله. والله بخير. شفت التقرير عجبك؟ اي والله. بس حبيت انوه على شغله اللي هي بسالفه البخور. البخور اللي اقصده انا ما اقصد البخور اللي هو ما يتدخل فيه الانسان بالمره، اللي يكون نفس مثلا الكسره الاصليه من الشارع. الكسره الاصليه. انزين يعني نفس هذا الكسره الاصليه. انزين هذا اللي ما يتدخل فيها الانسان كلش ابدا. يعني اللي تكلمنا عليه بالتقرير مو هذا اللي نقصده، نقصد اللي يبقى. انزين يعني من طيبه ولا لا هذا الجرات الاصليه من الشارع من المصدر مثل ما جت من الغابه على ايوه هذا جبته بسفره اللي طافت من ماليزيا. من ماليزيا؟ نعم. اشجار في ماليزيا ولا من الهند يجيبونها ولا والله في بكل دائما دول شرق اسيا لانها على خط الاستواء يكون فيها الشيء هذا. بورما والهند. ايوه بس نرجع للحديث ان هذه هي الاصليه، شو الفرق بينها وغير؟ في شيء غير اصلي؟ لا مو انه غير اصلي. نعم. اللي يبقى يعني انت مثلا لما انت كصاحب محل عندك مثلا 10 كيلو، اللي يبقى النهايه الحفاظ هذا اللي هذا انا اشتري من عنده طبعا بسعر رخيص، مو سعر نفس ما اشتري هذا. اكيد طبعا. وانا اسوي له مثلا اعاده مصنعيه، اني مثلا اسوي واحد بروح العود، واحد مثلا ثقيل، واحد خفيف، يعني مثل البواقي من الرواسب. ايوه. شنو تقصد باعاده تصنيع؟ شو تسوي؟ يعني مثلا اضيف عليه مثلا هذا بخور، هذا مطيب. مطيب يعني هذا انا يعني طبخته. ايوه يعني هذا اسمه روح العود. روح العود. شوفي مبين من لونه على الله. ريحته طيبه، انا شامته حلو، ريحته حلوه عجيب عجيب. انزين فيختلف مثلا عن مناي. هذا حق الاستخدام اليومي طبعا. هذا يعني بعد الطباخ والريحه يعني مثل المعمول. مثل المعمول. هذا مناي. مناي. طبعا انا اهم شيء عندي ان البخور ما يكون فيه عسل. عسل؟ يعني الزيوت تكون باقيه. هذا جاي على فانيلا مناي شويه. انزين شميه جاي على فانيلا. شوفي ريحته شويه. ريحته كأنها كيكه. فانيلا. فانا اي مثلا طبعا طرفه انت تعرفينه. نعم ما يحتاج. حافظته بس انت ما شميتي طبعا. كل بخور انا اسويه بروحه ميزه طبعا مثبته بروحه. نعم. هذا تحسين متوصين فيه. ايوه.
خالد مثل ما قلنا في التقرير، انا الكل معطيني هذه الفكره ان كسره البخوره اذا حطيناها على الفحمه، اذا لقيناها قامت تطبخ وتطلع دهنها وزيتها، هذا دليل ان هي كسره طيبه وريحتها زكيه وحلوه. أيوة. هل هذه المقوله صحيحه؟ واذا حطينا الكسره ما طبخت وما طلعت دهنها، هذه ما هي طيبه، لا كسره خايسه. شوفي مثلا عندك هذا اسمه فطر، عرفتي؟ هذا لما تحطينه على الفحم ويطلع زيت، هذا التوب. التوب. ايه نعم. انزين، بالنسبه لانواع البخور الثانيه اللي احنا نصنعها نبيعها باسعار رخيصه، نعم. يعني طبعا مستحيل اللي سعر مثلا بخور طرفه مثل سعر هذا. لا طبعا اكيد طبعا. إيه هذا يختلف. انزين، الخشب لما العادي اللي احنا نسويه مو الطبيعي اللي احنا نسويه، في خشب عادي وانتم تطيبونه مو بخور. في مثلا ما يتدخل فيه انسان خالص من شجرته الاساسيه اللي مثل هذا. اي انزين. اما اللي يتدخل فيه الانسان اللي يحطه على نكهات، مثلا واحده تقول انا مثلا ابي بخور مثلا برائحه عطر بلاك اوركيد. زين سؤال الحين، هذا المعطر اصلا هو بخور بس مو نوع جيد ولا خشبه وتعطرونها؟ هي كلها خشب بخور بس لا يعني خشبه عاديه قصدي، مو من الشجره اللي يبقى منها، عرفتي؟ الفتات. هو مو قال لك الرواسب عند بعض المحلات انا اخذه ويب اسوي له اعاده تصنيع. انا سمعت ناس ياخذون اخشاب عاديه ويعطونها ما يكون بخور. فالاخشاب العاديه اللي تقصدينها الكسر اللي تحطينها على فحمه البخور اللي تقوم تطلع زيت بداية خلال 10 ثواني او 15 ثانيه تطلع ريحه العطبه، تطلع ريحه الخشب. اي صحيح. ايوه هذا اللي احنا نقول عليه ان هذا شغل اي كلام. يخنق. ايوه مو مثلا الفطر الاصلي. طبعا جديد طرف العطور الصيف هذا لازم ننزل عطر صيفي. نعم اكيد. لازم عطر يكون حق الصبح اللي هو اسمه نسيم الصباح. الله هذا هو وعدنا. هذا انت مخصوص مسوي نسيم الصباح. هذا ترى ما حد شاف. لازم تحطه ويشوفونه نسيم الصباح ويشوفون الاسم. صراحه نسيم نسمة عليلة، نسمة ريحته حلوة. اي نسيم الصباح هذا هو وعدنا انه يسوي لنا. هذا طبعا ما حد شمه، وانا ابي رايكم على قولتهم على الهواء. انا جدا يعني حساسة من الروائح، يعني لو مو حلوة كان اقول لك على طول ترى يا جماعة ما اجامل بالروائح. نسيم الصباح والله مو مجاملة، يعني احنا ما نجامل فعلا. ريحته خنينة الصراحة. خنينة شمي كثر ما انا قلت لك بالفاصل ايش قلت لك؟ انزين وايد خنينة الصراحة. فهذا بالنسبه لاخر عطر صيفي نزلناه من مجموعتنا، هو نسيم الصباح. نسيم هذا بالصدفه سميتوه نسيم الصباح؟ لا احنا نبي شيء، يعني انت مثلا الحين تقومين الصبح تبي تروحين دوامك حر الصبح الساعه 7 حر، نسيم عليل. انت محتاجه شيء يخليك اكثر حيويه. صح. تبين عطر، مو معقول مثلا الصبح تبي تروحين الدوام وانت تداومين بشهر 7 تحطين دهن عود. لا صح. صعبه صعبه مع الرطوبه. ايوه تبين شيء يعطيك فريش، يعطيك حيويه، ما تبين عطر اللي يغمتك ويغمت اللي معك. عدل. انزين. فهذا اخر عطر نزلناه مجموعتنا الصيفيه. طيب شنو افضل طريقه انك تحرق فيها البخوره؟ في ناس يقول لك لازم تنطر على الفحم يصير على هذه طبقه الرماد عليها، بعدين تحط له البخور، ولا حتى لو معتوله عادي لا يقول لك تحترق بسرعه؟ شوفي انا عندي مثل ولاعه اللي هي ضغط عالي، احطها ثواني على الفحمه وتشب. انزين ترجع على طبيعتها هي بروحها تقوم تشب، لان الماده اللي عليها تخليها تشب خلال بعد مثلا تقولين 20 ثانيه على ما تحسين تكون تحطين عليها الكسره. نعم. الجديد تبون اول شيء نبلش بالعربي البارد ولا تبون نبلش بالفرنسي البارد؟ عطنا الفرنسي البارد. طبعا مسمينهم كل واحد مسميات مختلفه. هذا على اي اساس تطلقون الاسم؟ في على مشاهير على مشاهير اي اساس تطلقون الاسم؟ الاسم على اول كلمه تقولينها انت. على اول كلمه اقولها. هذا فريش. هذا فريش. الله. انا مكتبه الروايح طيبه يعني بنقوص الحين فيهم. هذه فواكه حلوه. حلاوه فواكه. الله. لاني انا منتظره العربي الثقيل، انا احب الشرقي العربي. انا احب العطورات عامه يعني. اي كلنا. هذا خيال. ايه فل. الله اعطيني اذا فل عندي انا فل. الله خيال. هذا كله شغل الصيف. عليكم بخيال ونسيم الصباح. انا اسوي اعلان حق خيال ونسيم الصباح.
خيال من احسن ما يمكن، ونسيم الصباح. هذا فيه لمحه سبايسز صح؟ هذا شنو؟ شويه هذا الحب سبايسي شويه. شو اسمه؟ الحب خالد. الحب الخالد؟ ايه الحب خالد. الحب خالد، هذا اكيد مسوينه حقك. اكيد. الحب خالد. بس نسيم الصباح مدام طرفه مسويته حقك. هذا الحب خالد، الحب خالد صراحه ما توقعت ان روائح كذي عادت. انا قلت ليش انا مجربتهم. كنت متخوفه ما صدق لهالدرجه، بس لما اشمك وقلت اليوم انه طرفه قلت داديه خاشه المعلومه. انا اخذ باستمرار. ليش ما تعلمين قبل منين تاخذين؟ لا انا كنت مسويته مخليته لما هو يجي، صدقيني. لا والله الله الله الله. في صندل هذا ولا يتهيأ لي؟ هذا طرف هذا الصيفي. عجيب. هذا طرف الصيفي. حلو. طرفه جميل مثل طرفه. جميل مثل طرفه. احنا ما نبي نعلم منه طرفه. ايه طرفه زوجته. طرف المدام يعني. المدام زوجته طرفه. ما نحرج يعني شيء الواحد يفتخر والله. لا بالعكس طرفه اسم يهبل. توفي. لحظه. انا ما زلت الفل عندي وطرفه حلوين ونسيم الصباح. يبين مثل ما علمتيني ايش منين تجيبين العطور. الله الله الله. هذا واو. ايه صدق واو. صدق هذا الحب خالد. حبيت واو انا بعد. هذا الحب خالد. هذا واو. هذا المحبين البنفسج. هذا واو. عرفت لانه عجبني ياسري. هذا المحبين البنفسج. هذا كنا ريحه بينا كولادا على. ما نعلم. ما يعلم. لا انا هذا بحطه شي بروحه حلو. انا بسوي سطو على بيتهم بعرف. البيت بيتك. ايش طلع جارنا. جارك انت وراك على بحط طول. هوز. على طول ترى الفريج اللي وراك. ترى جارنا بس ما اعرفه ترى يعني مو حسب لهم احنا جايبين لنا نعرفه. ناديه تحط عطورها. محبين البنفسج. هذا يعني شنو في انواع ما شاء الله. بنفسج مثلا. انا هذول الثلاثه الصبح عندي ما لي شغل فيهم. اللي تقوم فيها ما حد غيرك يسوي معك الخلطات. انت تختار الريحه وانت لا مو بس انا اختار، احنا نختار اول شيء يكون الموسم شنو. مثلا موسم الصيف لازم اول شيء المواد الزيوت اللي تبي تاخذينها لازم تكون شيء صيفي. نعم يعني عندكم مكونات تعرفونها هذه تفتح للصيف وهذا للشتاء. مثلا نسيم الصباح طبعا هي كانت نبي شيء احنا حق الصبح خاص. انزين فما لقينا اسم، وخصوصا نبي نطلع برنامج نسيم الصباح ما لقينا الا اسم نسيم الصباح. الله محبين البنفسج. نسيم الصباح انا خشيته بروحه هناك. هبل خليه بصوت. كنا في باريس. في نزله ونادتنا. هذا المحبين المسك. انا بسوي شيء ترى حقي، انا بروح اختار اسويه باسمي وبكميه. اي تسوي لك انا وياك نروح اوزع حق محبيني، حق الفانس بتوعي، حق المروحه مالتي. حق المروحه بتاعتي تقول. عجيب هذا. انا هذيل الثلاثه هذا اسمه روعه وفعلا هو روعه. الله حلو هذا بيربر منتي شويه منتي. الله صح؟ شيء نعناع شويه نعناع ليبل. خلنا عاد نشممكم من عطورات المشاهير الصيفيه. هذا حق روما شي ثيرابي شيء كذي مال ريلاكسيشن. اي مساج. هي الخلطات اللي عندنا تخليك تتذكرين حتى عطورات قديمه. انزين شوفي هم يفكرون في نفسيه الانسان. عطورات القديمه اللي لها ذكريات. نعم إيه؟ نعم. هذا انا باريس لها ذكريات بصراحه. نبي عطر الحيله هو عطر اللي الخطبه مالتي فتره الخطبه هو كان العطر اللي جابوا لي. لا سان لوران باريس. جريب منه شوي. هذا عطر نواف النجم. حركات هبه شوف يعني شفتي خبيره برضو هبه. لا شي نسوي اعلان حق ماركه ايطاليه شهيره. هي تحبها عطرها. اجمع كل يوم اقولها انت جايه معك المصمم الايطالي لا مستر توم بشاشمه سوداء. مستر توم فورد قول اسمه. هذا زهره اللوتس. الله. عندنا خالد الاحمد بلا توم فورد خلي قاعد بميلان ولا بروم ما ادري وين عايش ما ادري توم فورد. زهره اللوتس انا ادري ايطالي بس اي مكان يكون. لحظه هذا سوق السلاح. ذكرني سوق السلاح ذكرني بفتره. وين؟ ايام المدرسه. لا والله ايام المدرسه تقعدين الصبح كذي. تدرين انا ذكرني بشيء.
ايام وانا صغيره تعرفون العكوس اللي صور الممثلين والممثلات، كان في معاه علوج طويل تطقينه تكسرينه تطقينه براس اسرائيلي يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، من كثر ما هو عتيج ويابس نفس ريحه العلوج. والله نفس ريحه العلوج. شمي العلج اليابس المدور. يمكن انا على وقتي لان هي بس اشوف بنبن تقول في مصر كانوا يسمونها بنبن، كان والله ريحه العلوج اليابس. لفتي كان ما اسمه تذكرين ما شوفي مو لفتي شيء انا على وقتنا فيلينكس ذكرت ذا وندرفول وندرفول. احنا على قبل اللي تلبسينها هدوم هذا اللي تحكينا كذي بال100 هذا هو نفسه. انا هذا هو العلوج. هذا زقرتي. هذا شنو؟ زقرتي هي هذا اللوتس. اللوتس صدق ريحه زقرتي. اشوف الكويتي عندما يكشخ. الله الكويتي عندما يكشخ هذا ما يصلح الا حق قطره وعقال، انسى يبدله وكذي لازم. صدق زقرتي. الواحد مقتر على قولته هالايام مقتر. باكر الخميس اللي يبي يطلع اللي يبي يتندم ما عليه الا زقرتي. ترى زقرتي والله عجيب زقرتي. هذا بعد ما شمينا الطيب العادي. عجيب زقرتي صدق كذي. ليمون على فا على بودره شيء عجيب. شنو؟ بس عسى ما في سياكل. شارع الحب. شارع الحب. تلقى شارع الحب يطلع من الحب ولا بشارع الحب؟ الحين بس نطلع نروح سيارة نوقفهم. أول ما شميته على الإشارة شايفة واحدة وواحد قاعد يرقمون. ريحته شفت واحدة وواحد قاعد يرقمون. شارع الحب. في ناس ترقب لغاية يعني على أيامنا احنا مال أول. الحمد لله والشكر. شارع الحب ها؟ حلو. يا ولد يا ولد. دين اصلا. لا انا هذيلي لا حد يصوبهم. شنو اسمه هذا؟ شوفي انت اللوتس ومحبين البنفسج. محبين البنفسج يا جماعه. استمتاع. والله قاعدين بس نشم. الصراحه روائح حلوه. هذا عجيب عجيب. اسمه حياتي. قاعد تقول استمتاع. في اللي اسمها حياه تاخذ هذا ترى عجيب وفعلا. لا زعلت انا زعلت ما زعلت. ما كلها راديو ولا نجله. اي لا يسوي لنا انا بسوي حق روحي بحط لمسات اللي سميت عطر اسمه نجله. صدق؟ هذا اسمه حياتي مو يا ريتني ما حياتي. الله وي مو حلو. يعني تعرفين اللي بغيت اقول حق صاحب المحل رجاء نغير اسمه. لا إذا خالد اقعد نبي نتكلم الحين نبي نسولف بأمور مهمة. عندك مثبت للعطور. اي نعم. أنا اللي أعرف أن كل عطر له مثبت. في عندي معلومة خاطئة. في ناس يقولون نحط المثبت قبل وتالي نحط عليه العطر ونطلع، وفي ناس يقولون لا نحط العطر وتالي نحط المثبت عشان نثبت العطر ونطلع. ابي اعرف المعلومه الصحيحه. بس ممكن سؤال شنو المثبت؟ انا اول مره اسمع انه في مثبت. ولا المثبت شنو؟ المثبت اي عطر قاعد تاخذينه الحين خصوصا فتره الصيف. احنا هني خصوصا بالكويت وبالخليج احنا نبي شيء عطر لما ادفع قيمته يبين. صح. الناس تشمه. واحنا كلنا نحب العطر الضيق. يعني ما ابي ادفع مثلا على عطر 70 دينار 80 دينار ما يقعد عندي ساعه ولا ساعتين. يطير الشمس الحاره يطير تدرين. فكره المثبت كانت هي اولا نقطه توفير للشخص الكويتي. نعم. هذه اول شغله انه شلون احسن ما كل شوي حتى لو كانت الغرشه مثلا بعض العطور تجي الغرشه 120 ملي. اوكي. صحيح. ما توفي معك، يعني انت قاعد تشتري العطر ب 65 دينار. نعم. انزين وبالشهر تاخذينه مرتين او ثلاثه اذا كان عطرك كذي وايد هذا 50 ملي. اي هذه ما تقعد عندنا اسبوعين. اي زين كم قاعد تاخذينه؟ مثلا في عطورات سعرها 75 دينار. مينيمم هم الحين يبتدون من 35 العطورات. انزين انا قاعد اسوي مثبت ترشينه فوق العطر الاصلي على شرط انه يكون تربل قوه العطر الاصلي. جميل. هذا المثبت. شنو يعني مكوناته خاصه؟ مكوناته طبعا العطر نفسه. اي 60% من مكونات العطر الاصلي. نعم. 40% هذا سر خاص. يعني اذا اخذت مثلا الحين طرفه هو نفسه طرفه مركز ولا لا. هي ماده يعني شوفي إيه؟ مثبت للعطور الفرنسيه. إيه؟ مثلا هذا مثبت مال عطر لاليك الاسود. في عطر اسمه لاليك. عرفتي؟ انزين لاليك الاسود مع انه قوي. انزين ممكن نشوف.
عطر لاليك مع انه قوي ما يقعد. ما يقعد اي عطر ما يقعد مع الوقت يخف. هاك بالمحلات يقولوا لنا حطوا على كلينكس بعد هاك. لا على الورق افضل صدقي لان هذا في مرات مو شيء. شكرا. هذا مثبت لاليك الاسود. اي ريحته تحسينها غير عن ذي نفس العطر بس يمكن تعرفينه من قبل. المثبت متى تبين ابداع على الملابس؟ يبين ابداع على الملابس بعد ما ترشين عطر اصلي. الله. عرفتي؟ لازم تمزجين مع الماده، عرفتي؟ مع ماده العطور الاصليه عشان شنو؟ يثبت جودته. نعم. ما يصير مثلا الحين نفس البخور تبخرين بس بخور بدون مثبت. صح. ما يركب. لا. مثبت البخور عباره عن شنو هو؟ على حسب يعني على حسب انت تحط على حسب اللي يعجبك. يعني مثلا انا بخور روح العود سويت له من نفس ريحته مثبت روح العود، ما جبت مثلا عادي او مثلا خلطه عاديه اللي يجي لونها ابيض، لا الكل البخور عندي سويت له مثبت. المينيموم ايش كثر تظل الريحه على الشخص عالقه؟ شوفي على حسب الجو. بالصيف يفرق اكيد والشتاء يفرق. بس انا اضمن لك شرط، رشي مثلا على التيشيرت وعلقيه وشميه ثاني يوم البسيه صح نفس الريحه فيه ما تتغير. مرات لدرجه ان نغسل الهدوم تظل الريحه يعني ما اقدر مثلا اقول للزبون انه حتى بعد ما تغسل ملابسك يتم العطر، شو السالفه؟ يعني ما مثلا تبين تدخل موضوع جدال. عرفتي؟ فيخافون يمكن يعني يصير عندهم تخوف انه ليش يقول لا مو معقوله يعني تغسل ملابسك كلها الحين عطر. مرات حتى بعد الشاور تشم الريحه زين بس انت ما تقدر تدخلين بالنقطه هذه عشان ما يقول لك ايش دعوه واحد يغسل ملابسه الحين. احنا صراحه كلنا لما في بعض الناس مجربين وعارفين الشيء هذا. مثلا لما اقول لك اخت نجله اقول لك يعني بعد ما حتى تغسل ملابس راح تبقى الريحه. زين في ناس ما تقول لك لا مستحيل. زين فكره مثبت العطور اللي هي تضيفينها على عطرها اصلي. طبعا شوفي اي عطر اصلي انزين له مثبت بروحه. حلو. مو نفس مثبت البخور. يعني شوفي هذا مثبت لاليك قلت لاليك الاسود، هذا مثلا فندي النسائي. انزين هذا مثبت اوبيوم النسائيه لونها بنفسجي. انزين هذه فكره المثبت اني انا اوفر على اي شخص بالنسبه طيب. مثلا من زبون طرف العطور يوفر عليه فلوس اللي قاعد يدفعها شهريه، خصوصا اذا كان عنده عطر مفضل. اكيد. الحين انتم عندكم في البيت وفي المعمل المكان اللي انتم تروجون فيه عطوراتكم، عندكم العطر الاصلي والمثبت ماله او بس تبيعون المثبت؟ انا عندي بعض العطور الاصليه. وعندك المثبت وعندي المثبت ماله. وعندك مثبت حق اي عطر انا اخذه من برا اخذ المثبت. يعني المثبت تسوي بالطلب بعد؟ مثلا انا عندي عطر مفضل انت مثلا مو موجود عندك تسوي اوكي مثلا الحين انت قلتي لي مثلا خالد انا عندي مثلا العطر الفلاني فلاني 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 4 عطور عندي وابي لهم مثبتات. صحيح. اوكي اسوي لك لهم. والاغلبيه مرات ينفقد حتى يعني اذا كان العطر مقطوع وانت جايبته من امريكا. صحيح. في بعض العطورات مقطوعه. صح. انزين جايبتها من امريكا انا ما احصل مواد الخام فما اقدر اقول لك اوكي وخلاص واعتمدي. انزين الاغلبيه عندي اي عطر موجود عندي زين انا حاطه بالويب سايت مالي قسم خاص للعطور الرجاليه وقسم خاص للعطور النسائيه. يعني عندك ويب سايت. صحيح. انزين اللي هو www.tofi.tk. نعم. اللي يدخل عليه موجود جميع طرق التواصل سواء الموبايل سواء البلاك بيري سواء الواتساب تويتر فيسبوك. فانا يعني مسهل لك كله. اضافه لذلك يعني اي عطر انت كان موجود على الهواء. بنوه بس اعزائنا المشاهدين مشاهدين برنامج نسيم الصباح اللي يبي يتواصل يشوف على الشاشه احنا حاطين طريقه التواصل مع طرفا للعطور السيد خالد الاحمد. تدخلون عليه وتشوفون شنو هي العطور اللي موجوده عنده وشنو هي مثبتات العطور اللي موجوده عنده، القسم النسائي والرجالي اللي موجود وطريقته والارقام كاهي حتى طلعت الحين على الشاشه. هذه هي ارقامه اللي يبي يتواصل معه. لما تتصل المندوب مع العطر يوصل لك للبيت. نعم. أيوة. في نفس الوقت يعني ما ياخذ يوم واحد. يعني مثلا يتصل علي مثلا الزبون يقول لي انا حاب من عندك مثلا ابي العطر الفلاني. طبعا العطر الفلاني لما تشتري عطر من الفلاني يطلع عليه المثبت هديه ويطلع عليه التوصيل مجاني. انا ما اخذ على التوصيل. ممتاز. حتى اذا وصل لعند العطر ورده والله العظيم اني ما اخذ. عيد مره ثانيه خلي المشاهد يعني اي شخص يطلب من عندي يطلب من عندي العطر الاصلي زين انا اعطيه على العطر الاصلي مثبت هديه واعطيه التوصيل مجاني.
مجرد ما وصل له العطر الباب بيته وما يبيه ما يتكلف اي شيء. صحيح. ايه انزين يعني غير رايه قال ايه غير رايه. احنا شنو عندنا بعض المشاكل، يعني يتصل مثلا واحد او عن طريق بلاك بيري يطلب من عندك مثلا ابي عطر فلاني عطر فلاني، اوكي، بعد ما تجهز الطلبيه يدق عليه المندوب ما يرد، او يرد عليه يقول له تعال، لما يوصل هناك يطلع مو البيت. عرفتي؟ يعني لازم تتعرضون لمواقف اكيد يعني جايز. يعني مع انه يعني شنو يعني حركات اطفال. طيب في سعر معين تطلعون فيه للطلبيه؟ يعني مثلا واحد يطلب قرشه ولا قرشتين؟ انا بقول لك شغله، انا اي عطر اصلي عندي لاني انا بنفسي اجيبهم من برا، انا ما اخذ من احد. بالنسبه للعطور الاصليه هذا انا اجيبه. نعم. اي عطر اصلي مع المثبت مع التوصيل فقط ب 20 دينار. حلو. نعم. اي عطر سواء كانت سعره بالسوق 70 ولا 80 ولا سعره 30 انزين انا يوصل الباب بيتك ب 20 دينار. انزين ليش كانت هذه الفكره؟ اول شيء انت تخلين سعرك موحد عشان ما تدخلين بحوار نزل لي وانزل لك. صحيح. انزين الشغله الثانيه، الموظف الكويتي كم قاعد ياخذ راتب؟ كم عنده التزامات؟ فاذا انت تبي تعاملينه وهو ابن ديرتك تعاملينه بنفس الطريقه، طريقه مثلا الشركات، لا هذا يعني منك وفيك لازم تراعي. انزين وهذه اساس الفكره، يعني اساس الفكره، يعني شوفي الخلطات هذه كلها اللي اسويها باشكالها والوانها. نعم. انزين اي خلطه او اي بخور قيمته 5 دنانير. صحيح. نعم. صحيح. اخ خالد، يعني انا اقرا وايد عن البخور، في يقول لك عصابات في الهند ما تقدر توصل لها، الاشجار هذه محتكرينها. تعرف يعني اكيد القصه معروفه عند الجميع، ولذلك اغلب انواع البخور الهندي يقول لك طبعا بدت هي في يعني غير موجوده حاليا لصعوبه الوصول لها، وبسبب العصابات اللي محتكره الاسواق البخور صعب انك توصل لها، ولذلك تشوف اغلب انواع البخور اسعارها غاليه. يعني شوفي شلون تتعاملون مع هالحالات؟ يعني الوصول لها صعب. انا ما مثلا بالنسبه مثل الفطر هذا انا كنت بماليزيا وانا شاري. عرفتي؟ يعني ما يعتبر من التوب. الجوده الناريه اللي توالتهم توصل بس من الانواع من الانواع الزينه، يعني هذا الربع كيلو طلع تقريبا علي ب 350. نعم. مبلغ مو قليل بصراحه. بس في العصابات هذه محتكره تعطي الشخص واحد، الشخص الواحد هذا هو لو يقول لك سعر التوله 1000 دينار وانت تبيع البخور هذا مستعده تدفعه، مضطر تاخذه. طبعا. فهذه هي اللي تكون مثلا على قولتهم نفس المافيات بالنسبه لتجار البخور ومال البخور. صحيح. خالد خلينا نرجع الى بدايه الحديث. هوس العطور والبخور شلون ياك؟ هل يا ترى هوايه، حرفه، عشق، وليده الصدفه؟ شلون ياك؟ حبك للطيب والعطور، هل يا ترى كانت حرفه اجدادك ابائك وانت حبيت انك تنميها وتواصل في الحياه، او هل خذيتها كدراسه عمليه درستها وحبيتها تطبقها على ارض الواقع؟ في ناس ابي اشوف سالفتك مع العطور شلون جت وشلون صارت. سالفتي مع العطور، نعم، تعرفين انا من اشد الناس اللي هوايتهم البحث بالنت. فلما يطلع برنامج مثلا او دعايه عطر، نعم، فتكتبين من ماذا يتكون العطر، فلما تقرين وتشوفين ومقاطع فيديو، يعني اول مره تطلعينها شغله صعبه. انزين، يعني هو فضول البحث خلاص. بس بداياتك كانت البحث والفضول. كان الكلام هذا قبل ما يقارب 10 سنوات او 11 سنه. صحيح. كنت له 20 سنه 19. نعم. اول شيء صار 10 بعدين سويت 20، خفت يطلع عمرك الاساسي. لا عمري انا بعد كم يوم بكمل 31. كمل لك العمر ان شاء الله يا رب طولة العمر. الله يسلمك. فمكونات، فيعني قمت اسال الناس، فواحد ذكر قال انا اروح المكان الفلاني اشتري عطورات من هناك. شلون؟ شغله غريبه، الشيء اللي ما طرى على بالي. فرحت تعرفت سالت شلون الطريقه، خذيت كم وحده جربتهم، يعني من العطور اللي عندي. نعم. جربتهم طلعت شغله، قمت ارش هذا على هذا، طيب يختلف. صحيح. انزين، عربي على فرنسي، فرنسي على فرنسي، عربي على عربي، قامت تصدق. صرت انت تستكشف العالم هذا. قمت اشتري شنو؟ المواد الخام. فيعني كل يوم مثلا اصدف شغله جديده، مثلا شغله التبريد، بعد ما تسوي لازم تحطها بالتبريد. شغله جديده اصدفت معي وبينت. يعني كذي شوي شوي مع التكرار صارت شنو خبره. نعم. انزين،
يعني بداياتك نقول ان هي كانت حب الفضول. اي حب الفضول. ثم استهوتك اي يعني نفس مثلا بدايه مثلا خلطات طرف العطور شنو كانت؟ نعم. كانت الامور عباره مثلا شنو؟ خلاص انا اسوي لك عطر باسمك وما ادري شنو. مزحه يعني مثلا انت وزوجتك قاعدين انا بسوي عطر باسمك وكذي. زين كانت تقول لي اوكي، فيعني اول شيء يتخيل الشخص اللي باله شنو يحب، شنو طبعه. صحيح لازم يكون يعرفه. اي لازم طبعا مثلا لما تكتبين من شخصية الشخص يكون العطر. مثلا عصبيه زيتها الشيء الفلاني او وردتها الشيء الفلاني، الشخص اللي طبعه عصبي، الشخص اللي طبعه حنون مثلا تلقين مثلا يميل لحب المسك. الشخص اللي مثلا متقلب المزاج كل شيء، فلما تكونين هذول الشيء يطلع معاك عطر شنو؟ طرفه. عديد. طيب القرشه هذه ايش كثر تطول معك عشان تصنعها؟ طبعا المكونات مو القرشه. لا شوفي المكونات، مكونات الخلطه اول ما تجيب المواد اخلطهم يعني مثل ما شفنا بالتقرير الاغراش الزجاجيه. نعم شفناها القارورات. القارورات هذه تكون جاهزه وعليها تلقاها بالسوق المحلي ولا تسافر؟ لا بالسوق المحلي، انا ما اسافر ما اجيب شيء، كله من داخل الديره. كله من داخل الديره. انزين فمثلا انا عندي مثلا بالفايل مثلا خلطه اجيب مكونه من كذا وكذا وكذا، فلما اجيب موادها اسويها بغرشه واحده تكون جاهزه. يعني هذه النقطة نوقف عندها استاذ خالد اللي بغينا نفسرها ونشوفها. إذا أنت بمحض الصدفة اكتشفت أن هذا مع هذا مع هذا يطلع شيء حلو، على طول تروح تسجله بدفتر وتثبته وتشوف على أساس أنه لا تنسى المكونات. المفروض يعني حتى المواد الخام يعني مثلا مثلا العربي اخذته من الشركه الفلانيه، مثلا اكتب مثلا الزيت الفلاني الشركه الفلانيه بين قوسين، لانه يختلف من شركه لشركه جوده الزيت. ما تقدر تغامرين يعني مثلا صحيح. لما انت مثلا زبونه عندي وتاخذين دائما عطر طرفه، فلما يختلف بين الشركات جوده الزيت اجيب لك عطر طرفه هو نفسه نفس التركيبه بس مو نفس الجوده، بس مو هذا. تقولي لي مو هذا شلون مو هذا نفس التركيبه؟ تقول لك لا انا عندي الزيت يختلف. ايوه زين، فعشان الشيء هذا انا قاعد اثبت اي شركه اللي اخذ من عندها الزيت تثبت حتى المكان. انزين التجار اللي قاعد تتعامل معهم هم يعني مكان واحد ولا عندك عده اماكن تتعامل عدة معهم؟ أماكن. عدة أماكن. ما تقدر مثلا يعني مو محتكر مع شخص واحد. لا مو محتكر. هو سوق العطور اللي بالجملة اللي يبيعونه والأشياء مو محتكر بالكويت، مفتوح في متناول الجميع؟ شوفي بالنسبة لشغلنا مفتوح. مثل الانترنت بالكويت هي شركتين صح. بس. احتكار وارد، هي كلها شركتين ما في غيرهم ولا حد يقدر نفس السعر يعني ما تقدر لا تاخذين من اخذتي من هذا دفعتي بس العطور لا لا العطور لا، العطور يختلف. بعدين شنو مجرد انت زبون VIP عندهم نعم يتصلون ترى نزل عندي كذي يقول لك اقول ما لانه مو وقته الحين. نعم بعدين فانا مو مثلا مجرد ما يتصل علي يقول لي مثلا نزل عندي زيت مثلا سبايسي سبايسي بالصيف شو يصير بالبني ادم؟ صح ثقيل. انزين اقول له لا مو وقته الحين. فدائما احاول انه شنو يكون شيء لايق على وقته. صحيح. عرفتي؟ شنو اكثر شيء ينباع حاليا في الصيف عندكم؟ الصيف شوفي انا بالنسبه لي نزلت لكم مثلا اول شيء جربته انتم شنو؟ الفرنسي البارد. هذا اكثر شيء مطلوب هذا حاليا البارد. انزين بعدها في ناس ما يستعملون بس العربي. على مدار السنه في ناس ما يقدرون ما مثلا ما يقول لك انا ما احب العطور الفرنسيه، احب مثلا بس العربي. فاحنا مثلا شممناكم مثلا الفرنسي وشممتكم من بعض العربي، وهم يعني عندي مثلا هذه كلها خلطات الصيف. ايش كثر تبيعون خلال اسبوع؟ يعني المبيعات زينه عندكم؟ والله الحمد لله يعني بالنسبه لرواتبنا عرفتي يعني بالنسبه لراتبي وراتب طرفه وراتب الحمد لله المدخول جيد. وهي ترى الفكره مو فكره مدخول. عرفتي لو ان الفكره فكره مدخول يعني مثل كلام وائل لي يوم قلت له خلينا نغير اغراش وتغليف وكذي، كان يقول لي خالد ايش حقه؟ هو انسان اللي يبي ياخذ من عندك، سواء انت اذا طبعت مثلا كيس عليه طرف العطور ولا كرتون وغلفته وغيرته هو باللي داخله هو باللي داخله ما له شغل سواء. يقول لي هذه الشغلات عشان شنو؟ هذه كماليه. لان هو شنو؟ هو يعني خريج التسويق وشغله هذا هو المضمون عنده. فقال لي خالد الناس ما يهمها. صحيح. يعني مثلا يقول لك انا ابي مثلا الغرشه تكون كذي كذي، زين انت غرشه ما حاطها بجيبك، يا قاطه بالسياره يا قاطه بالبيت، ما حد يشوفها بالاخير. فشنو والي يعطيك العمق الحقيقي للبزنس. عرفتي؟ يعني احنا شنو
المهم انه متسلي ما عندك وقت فراغ. صحيح. زين احسن من افراره. بتسوي شيء حلو انت حابه. زين وبعدين لما يكون عندك شغل حتى سواء بالبيت ولا برا ماكو مشاكل. صحيح. اي ما قاعدين مثلا ضيقه خلق فالواحد يبدي مشكله كتغير الجو، لا بالنسبه لنا من كثر الشغل لا الحمد لله يعني ما في مشاكل. طيب اللي بيشتري العطورات لازم ياخذ موعد؟ لا ما ياخذ على موعد. طول بدون سابق مواعيد؟ لا ساعات في العمل عندكم متى؟ شوفي احنا بالنسبه لساعات العمل تقدر تقولين من 9 الصبح عرفت الواحد ما يقعد يشرب فنجان قهوه لغايه الساعه 12 بالليل. يبدا ياخذ اتصالات لانه واحد توصيل. بالنسبه للخلطات كلها توصيل، ما عندكم شيء حديد لا عندكم؟ لا توصيل فقط. لان شنو مثلا يروح وجاي كل شوي رايح وجاي وجايب لي 2 3 وجايب 6 ديوانيه عرفتي؟ انزين وانت بالاساس فكرتك الاساسيه انك هم الانسان، يعني تخيل لو انا حاط محلي مثلا بحولي اوكي او بالسالميه، اذا تبي تدشين حولي المغرب شو يصير فيك؟ صحيح طبعا صح. على ما توصلين ماكو مصر وحده الفير. نعم انزين فانت مجرد ما تصلين اخذ مثلا بشوف الخلطات اللي عندكم انزين توصل الجنطه الباب بيتك تختارين اللي تاخذينه ب5 دنانير، ما عجبك شيء ترد الجنطه مع المندوب. زين واهم شيء انك جربتي. نعم عندنا اسئله وايده ومحضرينها في بالنا وراح نقثك فيها ونبي اجابات وايد حلوه والحديث معك ممتع، بس نطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل حديثنا. اعزائنا المشاهدين نطلع فاصل. قبل لا نطلع فاصل حابه اني انوه واريد واقول اللي يبي يتشارك معنا، اللي يبي يسال اي سؤال، اللي يبي اي خلطه مميزه حقه وباسمه من طرفه للعطور يرسل حرف نون لمشتركين زين 98944 الوطنيه 1481 فيفا 55668 وحده بانتظار مكالماتكم واقتراحاتكم وطرفه للعطور. نطلع فاصل ونرجع. المشاهدين يا هلا ويا مرحبا فيكم. مثل ما انتم تدرون احنا الحين موجودين في معمل طرفه للعطور. احنا سبق وان استضفنا خالد الاحمد كان موجود معانا ووعدنا انه هو يودينا المعمل عنده وعلى ارض الواقع يخلينا نشوف شلون نسوي الطيب ونسوي البخور. شلونك؟ والله الحمد لله تمام؟ والله بخير. يلا نبي نشوف علشان انا بعدين باخذ الخلطات ان شاء الله ببوق منك الصنعه بنفسك. اول شيء نبي نسوي عندنا بخور طرفه. خلينا نشوف البخور. هذا الخشب الله طيب. هذا الحين ما انطبخ عرفت يعني بس هم طيب بصراحه. انزين فلما تسويه يصير احلى. يلا نشوف. انزين بالبدايه راح نطبخه. يونس هذا كنا مال جدر الفول. اي جدر الفول احنا عندنا جدر الفول يعني بس هذا مصغر. لا اي هذا جدر الطيب اسمه بالبخور. يعني الخشب من وين تجيبه خالد؟ جيبه من السوق المحلي. من السوق تشترون؟ لا تشتريه هو كذي معطر ولا لا خشب؟ لا هذا انا مسوي على قولة اخوان المصريين نص سوا. عرفتي؟ فهمت. اي على اساس نبي نشوف الناس يبونه لا. وهذه الخلطات شنو؟ هذا خلطات مالوت البخور مال بخور. كل خلطه تعرف اسمها؟ اي وتنحط بمقدار ولا لا؟ لا اكيد لازم مقدار. إذا المقدار زاد أو نقص يطلع الريحة ثانية لا مختلفة. تختلف الريحة. هذا اللي نبي نلوح على أعزائنا المشاهدين. أعزائنا المشاهدين يا هلا ويا مرحبا ردينا لكم. طبعا احنا بالفاصل فصلنا على العطور فانا واختي نجلاء نتهاوش لا اللي عندي احلى اللي عندك احلى. نرحب مره ثانيه باستاذنا خالد الاحمد صاحب طرفه للعطور. خالد العبوه هذه القارور الصغيره القرشه احيانا اشوفها كبيره
لما انا ابي اطلع سهره اسهر، تدري جناط السهره صغار، كلاتش صغار، يعني يا دوب اكبر من هذا شويه، فهذا ما ينحط فيه. صح. هل يا ترى عندكم عطورات او علب معينه حق السهرات تاخذها معانا، اللي يعني رشتين وثلاث بالاسبوع، مره مرتين بس؟ ايه شوفي، بدال لا ناخذ هذه القرشه الكبيره، بدال ما تاخذين القرشه الكبيره، انا عندي الاقلام هذه. نعم. انزين شوفيها، هذه الاحجام اللي خلي الجمهور يشوفهم. هذه الاحجام نواف وخيال وروح الورد وطرفه. الاحجام بس مو كبيره شوي، هذه حق شنط السهره. لا لان انت تحطينها بالارض، عرفتي؟ فمثلا لما انت تكوني مثلا حاطه المنظره الصغيره والحمراء وكذي مال تعديل ميك اب، هذه تكون يعني تقريبا المقاس. صح. زين. هذه كم ملي؟ هذه تقريبا 20. حلو. طبعا في ناس كثير تحب تهدي هالعطورات حياتي هدايا. نواف شلون تقدمونها؟ عندكم طريقة لف معينة أو تغيرون القرشة حق الشخص اللي يطلب والله احنا القرشات موحدة عندنا. انزين. في بعض الناس مثلا يبي يهديها مثلا حق زوجته، حق اخته، حق امه، ففي بعضهم هو الباق اللي ندز فيه هذا هو باق مال الهدايا، الكيس مال الهدايا. في بعضهم لا يبي يحطه بوكس، في ورد، في كذي. وتعرفين يعني محلات التغليف الهدايا وايد. فانا بس واحد مثلا والله ما عنده وقت يقول والله في بوكسز محلات هو يطلب الشيء هذا. بس احنا ليش يعني ليش احنا نسوي؟ طبعا هذا التغليف الهدايا كم يكلم؟ اذا يكلف 7 دنانير 10 دنانير هو يتحملها اكيد طبعا. انزين. بس المشكله بالمكان بالنقطه هذه ان لما انا اغلف لك مثلا 4 عطور، عرفتي، يمكن التغليف اللي على ذوقي انا ما يعجبك. صحيح، يمكن صحيح. فانا ليش اقول لك يا اخي انت خذهم غلفهم على ذوقك، كم يكلفك؟ يكلفك دينار، يكلفك. ما فكرتوا على السايت بالكم على الاونلاين يعني في الانترنت تحطون والله كذا تغليفه عندكم للي يحب هدايا مغلفه جاهزه، التغليف والزبون يختار يعني واسعارها. لا شوفي، بالنسبه للتغليف اول شيء لازم انت تعتمدين واحد عندك موظف طبعا مختص انزين بالتغليف، يكون دائم يكون موجود. فانت راح تتوهقين. طبعا مو العموم راح يطلب، يمكن مره واحد يطلب بالشهر ويمكن ما يطلب. عرفتي؟ فانت شنو توصلي له انزين هو ياخذه. وما شاء الله يعني كل مكان خصوصا الجمعيات الحين في مكان تغليف هدايا. صحيح. عرفتي؟ لا الحين بعد حتى اللي يشتغلون في البيت يعني الخدامات اللي في البيت تلقينا كلهم يعرفون وكذي، يعني نعطيهم وهم يسوون. سؤال ثاني، الناس كثيره تحب شاور جل ولوشن وهالاشياء، ما فكرتوا تدخلون في اللاين بعد؟ شوفي انا سؤال وايد مهم يعني. انا ليش ما تدخلت باللوشنات؟ اول شيء شغلها صعب، مختلف طبعا تماما. مختلف. اكيد. وانت عارفه ان اللوشن تحطينه على الجسم مباشره. نعم. اوكي. فانا ما عرفت طبيعه جسم الشخص اللي قدامي، هي حساسه، المسامات عنده واسعه، يمكن تاخذ الشيء هذا وتسبب له اضرار. صحيح. فانا على الشيء اللي احبه واعرفه انزين انا عندي اعطيك عطر. عرفتي؟ ما فكرت بالشيء هذا. ولا الشاور جل بعد؟ ولا الشاور جل. انا يعني اختصاصي اللي هو العطر، شيء تحطينه على ملابسك. هو حتى يعني عموم الناس اللي جربوه ما يسبب مثلا تعطسين او حساسيه بحاله واحده، الا انسان يكون فيه اوريدي هو يكون فيه ربو حاد، مو الربو اللي يمر مثلا بس في ايام الغبار وكذي، في ناس فيهم ربو حاد او في مثلا اكزيميا. انزين هذا يمكن اذا يرش مباشره على الجلد يضر، يتاثر. اي بالنسبه عاد من الخلطه اللي انا احطها اضيف ماده اسمها جليسرين طبيه. اي اضيفها جليسرين طبيه. فانت لما ترشين على الجلد انزين يصير كان اويل. اشوف الحين في لما صار على ايدك هذا كان اويل. اوكي. وما يضر. ما يضر. هذا بالنسبه للانسان الطبيعي اللي ما عنده اي مشاكل. انزين هذا بالنسبه مثل الخلطات، بس ما تطرقت يعني لانها اول شيء صعبه ومكلفه. عرفتي؟ وتعال واحد صار فيني كذي وانا صار فيني كذي، فانا تدخل في ما بدخل بالباب يعني على الشيء اللي عارفه تخصصت فيه. نعم. زين خالد، مثلا انا عندي مناسبه، ولدي ان شاء الله بشهر 6 يبي يتزوج، وانا حابه حق محبيني واللي يعزون علي اسوي لهم هدايا. يعني احيانا ابي مع بطاقه العرس اللي اودي لهم عطر معين، او احيانا اللي يجوني المعازيم عقب العرس وهم طالعين اعطيهم مغلف او اعطيهم كيس في العطر وفي حبه شوكولاته.
انا اذا بغيت اسوي كميه، هل يا ترى انا اقدر اي عندك اختار المكونات العطور اللي انا احبها وابيها تكون موجوده وانت تسوي لي بالكميه اللي ابيها؟ وهل يا ترى في حالة مثلا أنا بغيت عطر أسميه على اسم بنتي نورة، مثلا أسميه عيون نورة، ولا أسميه روح سعود ولدي، ولا أسميه حياتي عبد الرحمن ولدي باسمهم، ولا على المعاريس اللي إن شاء الله قابلين العروسة والمعرس. هل يا ترى مثلا السعر هني راح يختلف إذا أنا أبي أقول أبي 20 قرشة ولا أبي 200 أو 300 قرشة؟ أنا ما يقارب وش كثر المدة لازم، مش كثر قبلها أنا أوصيك وأقول لك عشان تذهبهم؟ أول شيء قبل ما أنت تحددين، مثلا أنت محددة مثلا يوم العرس تاريخ مثلا 10/6 10/6 إن شاء الله. أنا 1/6 لازم تكونين بلغتني ومختارة اللي تبينه. أي يعني 10 أيام. اي 10 ايام. ليش الطباعه تطول؟ عرفتي؟ وخلال يعني قبلها ابدز لك مثلا سامبل 5 انواع او 6 انواع تعتمدين واحد منهم عشان اسوي لك اياه. انا الاعراس اللي جهزتهم هي اعراس اكثر شيء وملكه. نعم، يعني سويته؟ اي سويت. انزين تقريبا 16 عرس او 17 عرس. ما شاء الله. انزين كلف كل 60 غرشه 250 دينار. 60 غرشه 250 دينار. إيه؟ كل 60 غرشه. عرفتي؟ اكثر الناس ياخذون ما يقارب من 60 الى 100 غرشه. 100 إيه؟ نعم. انزين لان مثلا مثلا ام المعرس شو تقول؟ تقول انا مو كل واحده بعطيها. لا صح. في ناس مقربين صح انا اعطيهم. احنا قلنا حق المقربين. يعني مثلا اذا انا مسوي الدعوه حق مثلا 400 شخص بالنسبه للحريم ابى اعطي 400 وحده راح يكلف علي. صحيح. انزين فانا مثلا اسوي لي 60، فهي كانت حسبتها بعد ما حسبناها وكذي، واقل معدل اللي ما في خساره حقنا، لان احنا سويناه توتال 60 سواء كان يعني من العطورات الغاليه او اللي اسعارها بسيطه. نعم. فهو كان 60 غرشه 250 دينار. نعم. يجي بوكس كامل. انزين حتى موجود عندنا صورته على الويب سايت. اول عرس سويناه. الله. انزين بوكس فيه 60 غرشه يوصلك للباب. هذا اللي هو كان مثلا للناس اللي على قولتهم ياخذون من عندنا بالنسبه حق تجهيز الاعراس. يعني المفروض على الاقل 10 ايام الى اسبوعين اعطيك خبر. اي لازم تعطيني على اساس انت تسوي لي سامبل كذا قرشه وانا اشمهم واعتمد واحد فيهم. مثلا انا اعطيك مثلا علشان تبدا تسوي الكميه يعني اللي ابيها. انا اعطيك 5 غراش، كل غرشه مكتوب عليها رقم 1 والثانيه رقم 2 3، بس هذول انا مسجلهم وكلهم نفس الحجم حتى حق الهدايا نفس الحجم. نعم. انزين فانت لما تعتمدين مثلا تقول ابي رقم 3، انا رقم 3 مسجلها عندي شنو مكوناته، فاقول لك خلاص يعني خلال مثلا قبل عرسكم ب3 ايام انت تكونين مستلمتها. انزين انا عندي مناسبه ولاده مثلا، عندي استقبال بنتي والده وابي ليون المستشفى عقب ما يتقهون وياخذون الحلو وهم طالعين اعطيهم، ابي اسوي هذا الحجم اعطيهم، هذا ايش كثر يكلفني؟ هذا ما ادري، هذا عند وائل. تدقين على وائل. هذا الحين بنعرف. موزعين الاختصاصات كل واحد يبيع شيء. نعم. لان احيانا انا ابي اسوي اعطي هدايا من هذا الصغير لانه يقطونه بالجنطه حق العملي رايح الدوام طالعه سهره هذا، واحيانا ابي الكبير اللي تحطه في البيت على التواليت على التسريحه تبي تطيب فيه وتتبخر فيه مع كسره البخوره. ابي اعرف قيمه، احنا الحين عرفنا هذاك ال60 قلت انا يطلع 250. نبي نعرف هذا بين ال60 وال100 كم يطلع تكلفته، يتهيأ لي اقل يمكن. اي هذا ليش انا اقول لك ليش انا اعرف السعر هذا؟ لان سويناه عرفت احنا سوينا على الحجم ما قطع حد طلب كذي. زين احنا نكون اول ناس نطلب هذا. يدق على وائل واسالي. اي نعم يسال. اي لان ان شاء الله عندنا مناسبات وايد جايه وحلوه ان شاء الله. الله يديم عليكم الافراح. يطلبون بس عطور ولا بخور بعد؟ في ناس يطلبون بخور حق الهدايا. البخور ما اعتقد انه لان اكثرهم مثلا لا شوفي بالنسبه اللي عندنا نطلبوا حق الاعراس طلبوا بس مجرد خلطات خاصه. انزين وفي ناس يحددون عليك ابي الخلطه هذه ما تطلع لحد. اي نعم. مثلا خلطتي انا اللي اخترتها مثلا حق عرس ولدي او حق استقبال بنتي واقول لك هذه حصريه حقي انا وباسمي ما تطلع برا. ما تطلع. في الامانه عندكم؟ انا عندي الحمد لله عندي زباين خاصين عرفتي لهم خلطات يطلبونها اسبوعيا. نعم. انزين يعني مثلا كل يوم خميس يكون قبل الساعه مثلا 2 الظهر يكون واصلني مثلا ابيع منك 20 غرشه، هذول ناس زباين وهذول خلطاتهم خاصه ما تطلع.
كل خميس 20 قرشه. شو يسوون؟ يوزعون يوزعون. لازم الله مرحي عليهم، الله مرحي عليهم. كل خميس 20 قرشه يوزعونه. 5 في ناس هدايا حق مؤسسات شركات بعضهم يوزعون. في ناس عندهم شغلهم الخاص. صح. نعم. انزين بعدين هو اهم شيء عنده يكون اسمه مطبوع عليها. عرفت يعني هذه الخلطه اللي تسويها باسمي تظل عندك خلطتي. لا تظل هذه خلطتك. مثلا تقولين ادق عليك اقول لك انا نجلاء ابي خلطتي. ابي خلطتي. عندك خلطه نجلاء. اوكي اسوي لك اياها متى تبينها؟ مثلا اذا كان يوم سبت تكون يوم الاثنين جاهزه ان شاء الله. عرفت يعني وهو التركيبه باسمي وقت ما ابي مثلا متى مجرد ما تبينها حتى الستيكر الخاص كل شيء يكون موجود. حلو. رائع. حلو. ها ايش رايك؟ انا باخذ نسيم الصباح الحين. بس على السؤال الكويتي الملح كم تحسبها اخر شيء؟ حلوه. هي اقصاها 5. ايش دعوه؟ قالي دينارين ونص ما عندك تنزيلات. تروح تشتري عزك الله جوتي ولا هذا ب 100 دنانير بعدين تجي على الخبز دنانير ونص دنانير اخر شيء. بتناش باخر شيء يقول يبا فكيني اخذ ببلاش. انا نزلت اخذ ببلاش ما ابي بس فكيني. انا شوفي انا ما نزلت معارض الا مرتين. اول معرض نزلته انت سبقنا في هالسؤال احنا كنا نقول لك هاي شنو؟ لا انا شنو صار مدى مشاركتك في المعارض؟ نزلت مرتين معرض. اول معرض نزلت له شيء غريب. انا طبعا لان ايامها انا مو مشكله عندي يعني بالمعرض. اول شيء نزلت راعي رسمي. انزين. ثاني شيء وزعت هدايا لعموم المشاركين بالمعرض. ما شاء الله. انزين لانهم اهلنا يعني كل الموجودين بالمعرض مواهب كويتيه انت وانت تشجعهم. صحيح. انزين. فيجيك شخص بكم؟ ب5. ايش دعوه يا اخي ب5؟ اي قلت له يا عمي ترى 5 دنانير مو 5 وشايله جنطه ب 800 دينار. انزين. فمره كان واقف انا ما كنت موجود فقالت له لا 5 غالي. كان يقول لي باخذيها ببلاش. تاخذيها قلت لك حطها الجمله تاخذها. خذيتها حطيتها بالجمله. هم ينطونها الجمله. انزين. ثقافه جدا عجيبه. بعدين مثلا لما تجي وحده بكم؟ 5. زين انا ما عندي خرده. خذيها ببلاش. والله معرض 3 ايام اخذ من وقتنا. والله ان تكلفه المعرض علي ايامها كتجهيز ما يقارب 1500 دينار. انزين. عشان كذي انا بعدها لو معرض انسى خلاص. انسى. انزين. هذا اللي قايل ابو بلاش كتر منه. ايوه. فاخر شيء اخر يوم بالمعرض من كثر اغراضي يعني شنو اقول لك؟ حرام والله يعني صارت كذي. طلع اخر شيء اكتشفت ان لا انا شوف الناس يعني ما شاء الله نوعيتهم شلون لهم بصراحه شلون لهم يقول لا هو جاملك استحى منك قال لك يعني خلاص ما دام ما عندك خرده تفضلي تاخذها وتمشي ما تقول له لا خلاص انت موجود باكر انا اجيك يكون عندي خرده تقول له غالي يقول لها اخذيها هديه تاخذها وتروح. عاد اقول لها في سحب آلي صراحه شيء السحب الآلي باخر الممر. لا مو كان مو اخر كان قبال السحب الآلي. ما عندك سحب الآلي واسحب. بس شنو؟ هاي ثقافه جديده بعد من الثقافات على هالمجتمع. فاخر شيء يعني انا تنرفزت اخر يوم المعرض يعني اغراضنا وايد. حرام يعني خساره اكيد. بس ما خالف انت كانت تجربه. انت نشرت اسمك في السوق. ايوه انت نشرت اسمك ونشرت سمعتك في السوق. بعدها يعني ما فكرت تنزل معرض. المعرض الثاني كان من شخص عزيز علي قال لي الا تنزل. اي والله. ونزلت. هذا المجال. بس والله الحمد لله يعني هو كان يعني شنو كان سوق يعني الحمد لله. الحمد لله. يعني مشى الوضع. والحمد لله يعني شوفي انا اكتشفت ان انا شغلي مو شغل معارض. شغلي على الطلب. يعني حتى لما زبايني يقولون انت نازل معرض لا انت كذي بس توصل البيت طرش لي اياهم للبيت. تعودوا زبايني انه يوصلهم للبيت. وبعدين انت مو توك جديد يعني انت صار لك مده. المعرض حق واحد توه نازل يبي ينشر نفسه. انت الحمد لله بس انا كنت محتاج التجربه هذه عشان ما على قولتهم تتم بخاطري. انزين الحين احنا داشين على موسم رمضان وعساك من العايدين يا رب والفايزين وتصومون وكل عام وانت بخير واحنا جميع المسلمين بخير. يعني كلها بعد شهر ونص واحنا ندخل على رمضان 20/7. مسوي شيء جديد حق رمضان؟ خلطات جديده حق رمضان ولا تبي تتم على هذول وتسوقهم؟ يعني على الاقل لازم يكون عندك شيء تخليه بس حق اول شيء شوفي برمضان الغبقات محتاجه انت شيء صح. زين صحيح. اوكي انت مثلا طول اليوم صايمه ما تعطي مالك خلق يعني عندك مثلا تطبخين او عندك ناس يبيجون فانت مو فاضيه. احنا نتكلم ما بعد الساعه 9 بالليل اللي هي بعد صلاه التراويح. انت لازم يكون عندك شيء مميز من عقب 9 زين. فانا مجهز حق رمضان اللي هو روح العود كبخور ومثبت. ومجهز 4 خلطات جديده. اي اللي هي
موجودة معاك؟ موجودة معك. نعم هذا هو. هذا شنو هي؟ هذا الأطرق. الأطرق يعني الحلو المزيون. طبعا هو غششنا قبل الحلقة. لا ما غششنا، احنا نعرف عندنا الأطرق يعني. أنا أول سؤال سألته شنو بلغة أهل الشمال. هذه كلمة قديمة. إيه بلغة أهل الشمال الأطرق المزيون، يعني أنت يا طرقة. يعني الطرقة يا الحلوة ايش فيك الأطرق؟ قولي حلوة خلاص. لا حلوة الأطرق، لغة البادية بالعكس وايد حلوة. في أول مرة أسمعها ما أعرفها الصراحة. لا ما تعرفين يعني لغة قديمة، كلمة قديمة. هذه فواح. لا في فرق بين كلمة قديمة وفي فرق بين ان كلام يستخدمونه في معينة ما يعني اي كلام البادية، اهل البادية كلمات عندهم غير، بس ما تتداول بين الكل يعني. لا يمكن هم يعرفونها بس هذا في صندل. الله خنين يعني خنين. خنة يعني اكو احد الحين يقول الله خنة، انت حاطه خنة؟ اي خنة اي خنة. ماكو احد الحين يقول شنو خنة؟ وين قاعدين؟ خنة اي طيب. الحين في عصر امبي موسج. اي الله. لا بس الخنة هذه احلى. حلو. اي الله حلو. عجبك فواح؟ حلو هذا. هذا شنو هو؟ الله هذا كل واحد غير عن الثاني. هذا شنو؟ عجيب. هذا عجيب. عجيب 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 عجيب. ماكو اغنية كذي مال المسلسلات؟ عجيب. انا خطير. لا في عجيب بعد، في عجيب. اي بس اللحن مال انا خطير. اي لا في بعد عجيب، هذا اللي مثل مسلسلات مدلقم. اي بقى متغني ما اعجبك ليش ما اروعك؟ تقول على وزن ما اروعك. انا الحين عندي عجيب. هذه شويه يوروبيان. الله صح؟ هذه فيها لمحه اوروبيه اكثر. احنا ما عرفنا الاسامي احنا الله يا جماعه هذه عطر قديم، انا كنت احطه ايام الجامعه. اشوف لا ايام الجامعه انا ما لحقت عليه اشوف. كنت بالروضه انا بالروضه ويا اصحابي. تذكرين هالاغنيه؟ لا بعد كنت بالسونار ما اوه كانت بالسونار بعد. على وقتنا في سونار اشك. ما ادري سونار ايد الدايه. لا عاد مو دايه دكتور. هذه اسمها الزين. حلوه. شو اسمها؟ الزين. ايه هذه على كلمه يعني اسمها الزين، تروح تاخذ الزين فعلا هي الزين. الزين كله. هذه على قولتهم على الزين النجدي والدلع الشرقاوي. الله. هلا عندنا هني شرقاويين هني. الله عطنا شنو هذا؟ دلع الشرقاوي. هذا متيم. زين نجدي والدلع الشرقاوي. هذا متيم. هذا زين نجد. انت روحي حقك زين نجد. الزين اللي عندك ماخوذه على يعني على زين نجد. على اغنيه تعرفين النجديات. اي ما شاء الله. لا اله الا الله. يعني هذه ماخوذه على اغنيه اسمها اغنيه بداويه قديمه اسمها الزين النجدي والدلع الشرقاوي. احنا الشرقاوي هني، هم خلوا الزين حقهم واحنا حقنا الدلع. عاد الله والدلع. متيم صدق متيم. كلنا ننبط. تشعرين بحاله من الحب. متيم بالهواء يروي. الله حلوه صح؟ هذا كله رمضان. انا دخت بصراحه. هذا شو اسمه؟ متيم. انزين حلوه. منو فيكم يحب الورد الطائفي؟ انا ابو عبد الرحمن. كلنا نحب الورد الطائفي. انا ابو عبد الرحمن بصراحه ما يستعمل الا الورد الطائفي. يعني كان زمان بلغاري والحين الا الطائفي يعني قبل البرغالي. اذكر وانا صغيره رحنا الطايف. الله صدق والله. احنا دخنا. تعرفين تسوقين بعدين؟ يعني اليوم جايه انا سايقه مولد تريول. اي حلوه. شفتي الريحه؟ شفتي؟ الحين بس هذه ابو عبد الرحمن حتى انت شميها. هذه على جايه على بسان لوران باريس. شميها باريس. تذكرينها؟ اللي مدوره. ما كنت مولوده انا. لا ايش دعوه. بلا باريس مدوره. باريس تيجي كانت سداسيه. اي سداسيه مدوره. راسها وردي ما ادري شنو. صدق ما كنت مولوده اذكرها. شفتي ذلك بالتسعينات. اي هبه مو باريس هيلدون. لا مو باريس هيلدون. باريس ايف سان لوران. ايف سان لوران اسمها. تقول تتقشمر. نبي حق شبد. هلا شبد. عندنا واحد باشر بنروح شبد.
هذه مخرجتنا. ايه هبه شافها طبعا. اي باشر نبي نروح شف. لا هذا رجالي. هذا اسمه رايق. رايق يا رايق انت. لا رجالي مكثف. الله رايق. هذا هبه عشان تشتري حق خطيبها. نعطيه هبه عشان تشتري حق خطيبها. هو هبه ما قلت لنا. اي ان شاء الله نحتفل بزواجها شهر 7. لا هذا قوي قوي وايد قوي. ما زال محبين البنفسج. لا متيم بعد حلو. هذا ما زال. لا متيم فعلا اسم على مسمى. متيم بالهواء. هذا اي واحد؟ هذا عطر عرض الازياء خادم على الله. مصمم ازياء يعني سوي. لا عرض ازياء مو مصمم كويتي. عارض ازياء اسمه خالد مال الله. ايه الله خالد مال الله هو عارض ازياء. ما اعرفه ما ادري. خوش ولد حبوب. الله شيء عارضين الازياء ما اعرف الا عارضات. ايه حتى يعني اجانب ما بالكويت. لا ما ادري عندنا عرض ازياء. لا في ما شاء الله في كذا واحد. في مثل عبد العزيز كسار. ايه في كذا واحد. عبد العزيز كسار هذا هو مطرب. اي مطرب. اي هو يعرض ازياء بعد. اي وكانت بداية عرض ازياء. لا بس هم ولد حبيب ما شاء الله. لا في شباب كويتيين ما شاء الله اجسام. في عندنا مشاري العنزي بعد. ايه عرض ازياء جديد على الساحه معنا جديد على الساحه بقوه. والله عندك خلفيه يعني عارضين الازياء. ايش فيك احد مصورينا مشاري العنزي. هو مشاري ايه احنا بنسوي عرض ازياء. ايش فيك؟ عاد يستاهل والله. عليه كل المكونات. ايش فيك المقاييس تنطبق عليه. عندنا بلبل بعد منها بلبل. اوه بابا زياد. ايش رايكم فيه؟ يا شوفيه. هذا عطر مشعل الشعر. على شغل. حلوين صراحة وايد حلو. الله يوفقك يعني عطور جدا حلوة. هذا آخر واحد. احنا دخنا يعني بس صدق على الواحد اللي قلب عليه هذا قوي فيهم. اللي قلت لك وايد مفعم رجولة وايد قوي. ولا كلهم حلوين. اللي يشم وايد عطور بعدين يصير عنده لبس ما يقدر يميز اخذي. وبعدين يكون عنده قوطي يقول لك في حبوب قهوة يشمها عشان يكسر الريحة ويبدأ يشم شيء ثاني. هو شوف بالنسبه للحريم تكسر يعني بحبوب القهوه. عرفتي بالنسبه للرجال يدخن سيجاره. واذا ما يدخن شو يسوي؟ يدخن. تشممه تتن. بس صراحه يعطيك العافيه عطوراتك واحد احلى من الثاني. انا احترت. صديقه البرنامج رابعه مدام رابعه متصله و يا حلوه. باركت حق هبه ان هي انخطبت وشهر 7 راح تتزوج. نصبح عليها نقولها ربوعه ولا هنا عليك اليوم جايينك ان شاء الله. اليوم جايينك حقك وحق حكومه. هذول اصدقائنا الدائمين حق البرنامج ما شاء الله. دائما يتابعونا ويعطونا ارائهم ويقولوا لنا عن الاشياء واحنا ننصحهم ان يشترون من عطورات طرفه لان عطورات الصراحه بدون مجامله فعلا. ورقمهم موجود على الهواء يا جماعه ما راح تتحسفون. فعلا انا واحده مجربتهم ومن زمان معاهم وهو يعرفني يعني كل ما رحت مكان انا اخذ كميات منهم واوزع هدايا. شغلهم وايد حلو وارقامهم حطيناهم وحتى الويب سايت مالهم حطيناه. خالد احنا جدا شاكرين لك ان اعطيتنا من وقتك الثمين وامس استضفتنا عندك في البيت وفي المعمل وشفنا على ارض الواقع شلون العمليه متعبه وتاخذ وقت. ان انا هذه القرشه البسيطه اللي قيمتها كلها بس 5 دنانير انا اشمها والكل يشمها فيني ويقول الله هي يبي لها بروسس وايد يبي لها وايد خطوات ان انت لازم تشتغل عليها وتنتقيها وتسهر عليها وتحطها وبمقاييس معينه ومضبوطه. اذا زاد يصير مو حلو واذا نقص يصير مو حلو علشان انا يوصلني ب5 دنانير بسيط المندوب يجيبه عندي بالوقت اللي انا ابي واتطيب فيه. جدا جدا احنا شاكرين لك. احب اني اكون معاك مره ثانيه إن شاء الله. في عطور جديده اشياء جديده تنزلها واذا عندك لاين ثاني انت حاب تسويه انا ونجله دائما مستعدين نكون موجودين. نستضيفك وتكون ضيف عندنا ان شاء الله. في كلمه اخيره حاب تقولها وتوجهها لاعزائنا المشاهدين؟ والله الكلمه الاخيره اني اشكركم على دعمكم لنا ودعم الشباب الكويتي. احنا اللي نشكر. واشكر كل زبايني اللي يعني خلال هال3 سنوات او 4 سنوات ما شاء الله انهم كانوا زبايني الخاصين. واشكر كل المشاهدين على متابعتهم واسفين ان ازعجناهم طولنا عليهم. بالعكس واحنا اكيد اخوي خالد الحين انا بصير زبونتك عقب الروايح ما شاء الله يعني سطرناها. اي على لا تشوفون الريحه شلون طيبه
وفعلا الريحه خلنا فايحه ما شاء الله بالاستديو من حالات الريحه. انا طبعا حجزت متيم من الحين اقول لك يعني انت نجله ما يبلش حفه عصا ترى وراك على طول. انا دليك تطلعين من البيت تمشين وراك ولا تطقين الباب؟ دقيت عليهم بالبيت رشت مسج فوز عندهم على طول من المصدر على طول عندنا. احنا شاكرين لك جدا على هالاشياء وطبعا على الوقت الثمين الحلو، اثريتنا واثريت المشاهدين. اعزائنا المشاهدين احنا جينا الى نهايه برنامجنا. دائما مثل ما انتم عارفين احنا ما نقول لكم مع السلامه، نقول لكم نتلاقى معاكم يوم الاحد باذن الله اول الاسبوع. اتمنى لكم اجازه سعيده تقضونها وقت حلو مستانسين بعيدا عن المشاكل، عن القيل، عن السرعه. الله يحفظكم يا ربي ويسمح دروبكم ويجعل الخير دائما مسعاكم وقبالكم. استودعكم الله واخلي اختي نجله تكمل معاكم. طبعا احنا نقول اذا الاجواء ما زالت شوي ممطره وفيها رعد شويه نقول لكم توخوا الحذر رجاء في الطرقات، يعني توصلون سالمين امين ان شاء الله لمنازلكم ان شاء الله والى مقار اعمالكم، وكل التوفيق يا رب. ان شاء الله نلقاكم الاسبوع الجاي على الخير والبركه والمحبه والود، يجعل ايامكم ان شاء الله ودروبكم كلها مأطره. مع الف سلامه. مع السلامه.